من اهم المواضيع يا صديقي بتنطلب مني كتير، بتسألني في التعليقات او على الخاص، ولما بخش اي جروب او بوست الاقيهم بيسألهم هو في حاجة اسمها تصوير القمر الصناعي، وده اللي احنا ما اتكلمناش عنه واللي هنتكلم عنه بعنوان تصوير القمر الصناعي. هل القمر الصناعي اقدر اكشف منه اللي تحت الارض، ولا هل نصبايا وسبوبة علينا؟ ده اللي هنحكي فيه النهارده. ما تنساش بقى لو بتشوفني من على اليوتيوب او من على الفيسبوك اشترك في القناه او تابع الصفحه واعمل لايك وتعليق، ولو تقدر تشير القمر الصناعي وتصوير القمر الصناعي، وبتنقسم الاتنين يا ابن عمي، والنصبايا بتكون على حسب حالتك الماديه، واللي بيعرفها حضرتك عن طريق الراجل اللي خلاك وصلت ليهم واللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات اسمه الوسيط. خلينا نخش يا صديقي في نصباية القمر الصناعي او تصوير القمر الصناعي. هل هناك اي اكتشاف حصل؟ وفي فرق ما بين دراسة واكتشاف. الموضوع يا ابن عمي منقسم لاتنين، والاتنين بيطلبوا منك نفس الاشياء، الا وهو موقع بيتك. الاول بس بتيجي ازاي؟ الاول ابو الصحاب بتيجي عن طريق برضه حد قريب منك او شخص عرض عليك الموضوع ده، ان في حاجة اسمها قمر صناعي. بيجي شخص او بتبعت له انت اللوكيشن او موقع بيتك، واللي هو الشخص اللي بيجي لك يا ابن عمي بيحاول يوهمك ويقنعك ان الجهاز او التليفون اللي معاه ده عليه برنامج متصل بالقمر الصناعي، يقدر من خلال تشغيله داخل بيتك وانه يتمشى جوه بيتك كده هيتم الكشف وهيتم التعرف على ان في مقبرة تحت بيتك او لا. ده في حالة لو الشخص هو اللي جالك. الحالة التانية ونسبة كبيرة منها واللي بتقدر ب90% هو شخص فهمك الحاج اللي انت بتكلمه ده تابع لجهة سيادية ما في الدولة، وان هم مسيطرين على القمر الصناعي زي الفل، وانه يقدر ياخد لك لقطة تحت البيت عندك ويفهمك ان عندك اثار. طب المطلوب حضرتك لينك البيت او الموقع بتاع بيتك او اللوكيشن بتاع بيتك. جميل، بس عشان ارد عليك واقول لك عندك اثار او ما عندكش اثار لازم تدفع الاسعار بقى اللي بنسمعها من بداية 5000 جنيه معاك ل1,000,000. وساعة ما تيجي تزنقهم وتفهمهم ان دي نصبايا يقول لك لا يا باشا ده دولار. في الاول وفي الاخر يا ابن عمي الاتنين سواء جالك او اتبعت له لوكيشن بيرد عليك على حسب حالتك المادية. ايه اللي بيعرفه حالة المادية؟ رقم واحد الراجل اللي جابك سكة ليه، طبعا التاني بيستفسر منه عن كل حاجة، وكونه نزل لك البيت اذا شاف بيتك مستواك المعيشي فبيبدأ هنا يبلغ اللي هناك ان الحالة جيدة وحط رقم. عارف البرنامج اللي بيستخدموه ايه؟ جوجل ايرث، واللي هو بيقول لك انا كده متصل بالقمر الصناعي، ويخش يفرجك على البيت بتاعك ماشي من بره، سواء بالتضاريس او الكلام ده او تصوير الاقمار الصناعيه على جوجل ايرث، وياخد سكرين شوت صوره زي دي. اقدر ان انا ادخلها على المونتاج اكتر من كده، هي واضحه هي ان هي تحت الارض ومتاخده من قمر صناعي. اقدر بقى اخش اعمل منها كذا نسخه وكذا شكل. طب دلوقتي ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي قبل كده كانوا بيعملوا ايه؟ يخشوا على جوجل ايرث ويجيبوا التصوير بالقمر الصناعي، تضاريس الاقمار الصناعيه او تصوير الاقمار الصناعيه، ويبدا يقرب لك هوب بيقوم عامل لك سكرين شوت ويقوم واخده قصص الحروف وعامل مش عارف ايه على اساس ان ده تقرير طلعه ودخله على المونتاج على برنامج من برامج المونتاج، ويعمل عليها فلاتر تغميم كده يغمم عليها ويضلم الانوار ومش عارف ايه حواليها وهوب هوب هوب، ويقوم مطلعها لك يا ابن عمي PDF. القمر الصناعي وزرغتي يا ام محمود احنا عندنا اثار. ايه المطلوب؟ لا انت مش مطلوب منك حاجه والله، والله مش مطلوب منك حاجه خالص. الدكتور فلان هيجي ومعاه الفريق بتاعه طبعا يدخلك الحفر، والحفر طلباته كتير، ايه عايزين 10 عشان الجماعه بتوع التامين واخر الاسبوع اصل مش عارف مين جه بص، طب اديني 5، طب الدكتور راح والدكتور رجع اديني 10. تقف لحد هنا هيكون فيهم وعرف بقى في الفتره دي سعادتك في فلوس، ده خلاص بقى اعمل له الجزء الثالث من النصبايا. ايه؟ تروح حته اثار هي دي الهديه، وارجع تاني للفيديو الهديه، هديه المقابر الفرعونيه. هات لوحتين منقوشين مضروبين من بره وندخلوهم احنا بايدينا ونلاقوهم الرجاله لقيتها. طب ايه؟ لا ده كده الهيئه والخواجه هيجوا. طب ما يجوا انا مسهله، ما هو بيمشي ببنزين حضرتك، الخواجه بيمشي ببنزين. طب ايه يعني؟ لا الخواجه التانك بتاعه لازم يتحط له بنزين ب 300,000 400,000 جنيه، ويجيب لك شخصيه على اساس ان ده الخواجه المكان سليم و100 100 ودخلك بقى في متاهات
تأمينات ودكاترة، وتبدأ عملية الجزء الثالث من النصبايا، واللي هو انت خلاص كده عندك اثار وان احنا هنوصل للمقبره، بس مستنيين خواجه يجي يتمم. فالخواجه ده ما بيمشيش الا لما بتدفع له مبلغ كامل، اللي هو ده النصبايا اللي انا عايزها، او بقى بتتلعب لك اللي هي انتش منك 5 6 7 10 20 30 باك وامشي، واللي هو دي العيال اللي لسه داخله الكار جديد وما عندهاش الامكانيات ان هي تعمل معاك او توصل معاك للسبوبه الكبيره دي، اللي هو بيجي لك التليفون بتاعه بيقنعك يا ابن عمي ان على التليفون ده برنامج متصل بالقمر الصناعي، وان من خلال الموضوع ده هعرف ان في تحت بيتك اثار وهحدد النزله وانزل. طب حضرتك لا، ما انا مهندس حفريات، يعني انت اللي هتاخد اللقطه بالقمر الصناعي وانت اللي هتحفر. ايوه، ما زيتنا في دقيقنا. طبعا ما عليك، مجبر تدفع. اول حاجه تدفع وانت طبعا عايز ترتاح، عايز تفهم انا عندي فعلا ولا ما عنديش. فقصه اول 10 او اول 15 او اول 20 انت دافعهم ليه بقى؟ انت كده كده واحد من الناس عايز تطمن عندك ولا ما عندكش. وطبعا فاكر زي ما بتسمع بقى ان كل بيوت مصر، يعني لو في مثلا 20 مليون بيت، المفروض ان في 20 مليون مقبره تحتهم. او طبعا لو كان فهمك زي الناس اللي ذكرناها في الفيديوهات اللي فاتت في الشواهد والكلام ده، ارجع اسمعها، اللي هو مقتنع ان لوجود التغيرات والشقف والعظم والطوب فانا كده عندي اثار. فانا لا عايز اشوف بقى الموضوع ده. الفضول والطمع هيخلوك تدفع اول مبلغ لا محاله فيه، انت دفعه. تيجي لتاني خطوه، طبعا انت لو مقتنع ان عندك اثار من غير بقى ما يجيلك قمر او من غير ما يجيلك اي حد، ده ان كان في القصه دي، فانت لو طلع لك الفرعون من تحت حلف لك بالطلاق انه ما نايم تحت بيتك ولا ليه علاقه ببيتك، انت ما انت مصدق وهتقول له انت متفقين مع الناس التانيه عشان انتوا بتكرهوا له الخير، هتروح تدور على اول سبب اقنعك بيه، الشيخ، الاحلام اللي بتشوفها. فما كانتش من القمر هتبقى من حاجه تانيه. والله العظيم اتنصب عليك، والله العظيم حتى لو ما دفعتش فلوس اتنصب عليك، واتنصب عليك في وقتك وفي مجهودك وفي تعبك وفي مصاريفك اللي انت صرفتها اثناء الحفر. والله عارف نصب عليك ليه؟ نصب عليك اللي مشاك في وهم ان الطين والشقف والطوب والعظم لو مشيت وراهم هوصل للمقبره. هي دي النصبايه. خد عندك بقى كل حاجه، زي ما مشيت على نصابايه وصرفت على ان في قمر صناعي هيصور هيوصلني للمقبره بدون اي مجهود. طيب انا عندي اكتشاف من هيئه الاثار المصريه من بدايه اكتشاف مقبره توت عنخ امون لحد وقتنا هذا، في بعثه طلعت قالت كذا 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 كذا، بناء على تصوير القمر الصناعي حددنا نقطه للهدف، او عن طريقه اكتشفنا، او عن طريق احداثيات عطاها لنا القمر الصناعي قدرنا اكتشفنا مقابر. حصلش. وارجع اقول لك يا صديقي ان كل ده وهم وكل ده كذب ونصب، غرضه ايقاعك ضحيه وسلب اموالك بدون وجه حق. وهرجع اقول لحضرتك ان كل ده غير قانوني ويحاسبك القانون عليه انه مخالف للقانون. شرفني متابعتك لي على قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول.